في فيديو النهاردة هوريكم ازاي نعمل الشنطة دي بطريقة سهلة جدا. فقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصلكوا كل جديد. هشرح لكم الاول حاجة بسيطة قبل ما نبتدي الشغل في الشنطة دي علشان تسهل عليكم الباترون بتاعها. في العادي احنا لما بنيجي نشتغل الشنطة الخرز بنشتغل مربع كده، وبنشتغل كل سطر كده. اما بقى في الشنطة دي احنا برضو بنشتغل مربع، بس بنشتغل السطور بتاعتنا كده، يعني مثلث، وبنفضل ننزل منه لحد ما نكمله للاخر ويكون مربع. ده الباترون بتاع الشنطة، اعملوا سكرين شوت علشان تراجعوا عليه لو اتلخبطتوا. دي الادوات اللي هنحتاجها عشان نبتدي الشنطة دي. اي نوع خرز مدور مقاس 10، قصافة او اي حاجة نقص بيها، خيط سنارة مقاس 60. يلا بينا نبتدي. هناخد من خيط السنارة اي طول احنا حابينه، مش شرط طول معين، المهم الطول يكون مريحنا في الشغل واحنا بنشتغل. بعدين هنجيب 4 خرزات ونبتدي ندخل في الخيط 3 خرزات، 2 3، والخرزة الرابعة دي هندخلها في طرف، والطرف التاني عكس الاتجاه، ونشد الخيط كويس قوي. وكده نكون عملنا اول ديزي. علشان نعمل واحد تاني فوقيه بنبتدي ناخد 3 خرزات، نحط واحدة في الخيط اليمين وواحدة في الخيط الشمال، والخرزة التالتة ندخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه ونشد، ونفضل نكمل بنفس الطريقة لحد ما نعمل 12 ديزي. كده انا عملت 12 ديزي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وهعمل دلوقتي ال13 والاخير. ببتدي في اي خيط من الخيطين احط 3 خرزات، 2، وادي التالتة. وبعد كده هاجي هنا ادخل الخيط اللي انا اشتغلت بيه ده عكس الاتجاه بالشكل ده واشد كده. ليه عملت الخطوة دي؟ لان احنا المفروض دلوقتي هنشتغل مثلث، فبسيب اول واحدة في السطر واخر واحدة في السطر واشتغل في اللي في النص. فانا عايزة العكس عكاز بتاعتي تبقى هنا، فهبتدي ان انا الف الخيط اللي تحت ده في الخرزة دي بالشكل ده كده، وبعدين هجيبه في الخرزة دي، وبعدين هعمل الخرزة دي عكس عكاز بالخيط ده والخيط التاني. ولو بتشتغلوا بالطريقة اللي هي بتاعت العكس عكاز مش العقدة، ان انتوا بتشدوا الخيط زي ما انا بشتغل كده، حاولوا ان انتوا تشدوا الخيط كويس قوي وانتوا بتشتغلوا في المرحلة دي. دلوقتي انا هشتغل السطر بتاعي من هنا لحد دي بس، وهسيب اول واحدة على الطرف واخر واحدة على الطرف. ببتدي عشان اعمل سطر جديد في الخيط اللي الناحية دي بدخل 3 خرزات، 1 2، والتالتة اهي. وبعدين الخيط التاني بدخله في الطرف معاه عكس الاتجاه بالشكل ده كده، واشد كويس اوي. عشان ابني السطر ببتدي ان انا ادخل الخيط اللي الناحية دي في الخرزة اللي هنا دي، وكده بيبقى ناقصلي من الديزي بتاعي خرزتين، لان انا معايا ادي خرزة 2. فببتدي ان انا اجيب الخرزتين وفي الخيط التاني ادخلهم، دخلت واحدة وبسيبها والتانية بعملها عكس عكاز، واشد برضو الخيط كويس. بفضل اكمل بنفس الطريقة، ادخل الخيط هنا، وبعدين في الخيط التاني ادخل خرزة، والخرزة التانية عكس عكاز.
وبفضل اكمل السطر بتاعي لحد ما اوصل للخرزة دي. عشان كتير منكم بيبعتلي لو الخيط خلص يعمل ايه. لو الخيط خلص مني او وصل مني للمستوى ده، ببتدي ان انا احط الخرز بتاعي مكانه، وبدل ما اعمل عكس عكاس او عقدة بقوم رابطة 3 ربطات. ادي رابطة، 2، 3، وبعدين العقدة اللي بتكون طالعة دي بدخلها في الخرزة دي بالشكل ده كده، وبقص زيادات الخيط. وبعدين اخد من الخيط خيط جديد، والخرزة دي كانت المفروض الخرزة اللي يكون فيها العكس عكاس، فببتدي ان انا ادخل فيها الخيط الجديد كده واكمل شغلي بيه عادي جدا. كده وصلت لاخر واحدة في السطر بتاعي، ببتدي ان انا ادخل الخيط في الخرزة دي، بعدين باخد خرزتين لان انا معايا خرزتين، ببتدي احطهم في نفس الخيط كده. وبعدين لاني محتاجة برضو ان انا اكمل المثلث بتاعي واعمل تناقص، هبتدي ان انا ادخل الخيط هنا عكس الاتجاه بالشكل ده كده، وبعدين الفه في الخرزة اللي تحت بالشكل ده، بعدين في الخرزة اللي في الجنب، بعدين ادخل الخيط هنا من طرف بالشكل ده، والطرف التاني عكس الاتجاه، وبسيب اول واحدة اهي واخر واحدة، وبشتغل في الخرز اللي في النص برضو. بجيب 3 خرزات، ببتدي ان انا ادخلهم في الخيط اللي بيكون هنا، 1، 2، 3، واعمل الخيط التاني معاهم عكس عكاس بالشكل ده كده، وبفضل اكمل السطر بتاعي لحد ما اوصل للاخر. بفضل اكرر نفس الخطوات لحد ما اعمل المثلث بتاعي كامل، لان كل مرة بنقص فيها السطور معايا بتقل لحد ما يتبقى الخرز اللي في النص بس. ده اخر سطر في المثلث بتاعي، سبت اللي هنا واللي هنا ولفيت الخيط علشان اجي في النص، وادي اهو ال3 خرزات بتوعي اللي المفروض اشتغل بيهم. ولانه اخر السطر خالص، هبتدي ان انا بدل ما اعمل عكس عكاس اربط 3 ربطات. ادي ربطة، 2، اخد بالي ان الربطات تكون مشدودة كويس ومظبوطة. ادي الربطة التالتة، بعدين هدخل الربطة اللي انا ربطتها دي في الخرزة دي بالشكل ده كده، واشد كويس قوي عشان العقدة تدخل جوه الخرزة، واتأكد ان العقدة داخلة في نص الخرزة بالظبط، وان مفيش اي زيادات طالعة ليها لبره عشان لما اقص الخيط ما تطلعش تاني. وابتدي اقص الخيط، وبكده نكون عملت الجزء بتاع المربع بتاعي اللي فيه الزاوية الاولى. لان لو لاحظنا او جبنا ورقة هنلاقي ان ده الكورنر بتاع المستطيل اللي انا هشتغل عليه بالشكل ده. المفروض بقى دلوقتي ان انا هكمل الجزء ده. عشان اكمل الجزء ده بجيب خيط
وبعدين ببتدي ان انا اعمل فيه ديزي. يعني باخد 4 خرزات، وببتدي في اي طرف من طروف الخيط ادخل 3 خرزات، 3، والخرزة الرابعة دي بدخلها في طرف، والطرف التاني عكس الاتجاه كده، واشد الخيطين سوا، اكون شادة الديزي بتاعي كويس قوي. بعدين باجي هنا في الزاوية دي، وببتدي ان انا ادخل الخيط اللي سواء ناحية اليمين او ناحية الشمال حسب ما الديزي بتاعي موجود، ابتدي ان انا ادخله هنا بالشكل ده كده. وبعدين ابتدي اشتغل السطر بتاعي. في الخيط اللي بيكون الناحية التانية هدخل خرزة، والخرزة التانية هدخلها في طرف، وامسك طرف الخيط التاني اعمله عكس الاتجاه معاه واشد كويس اوي علشان كل حاجة تثبت في مكانها بالشكل ده كده. بفضل اكمل السطر بتاعي كده. وصلت اللي قبل الاخيرة في السطر بتاعي، ودي اخر واحدة انا بشتغلها. هبتدي ان انا اشتغل فيها، ادخل الخيط فيها بالشكل ده، وبعدين في الخيط بتاعها اللي هو نفس الخيط اللي انا دخلته فيها ده هبتدي ادخل خرزتين، لاني هاجي هنا الف بالسطر بتاعي كده، وهبتدي اشتغل من هنا. هنلاحظ بقى هنا حاجة، في جزء عالي وطويل وجزء نازل كده. في الجزء النازل ده بلف الخيط واشتغل في تاني واحدة، اما في الجزء العالي ده بلف الخيط علشان ازود خرزة تخرج بره السطر بتاعي هنا. هوريكم دلوقتي ازاي. دلوقتي احنا بنلف الخيط بس علشان نشتغل في السطر اللي بعده. لف الخيط من هنا اهو، بعدين اطلعه من هنا علشان السطر بتاعي يبتدي من الخرزة دي. اللي هننقصه في اول السطر هنزوده في اول السطر واحنا بنشتغل السطر الجديد اهو بالشكل ده. وهبتدي ان انا اشتغل السطر بتاعي لحد اخر واحدة دي. وصلت اهو لاخر واحدة في السطر، هبتدي ان انا اشتغلها، ادخل الخيط ومعايا خرزتين فناقصني خرزتين، ادخل واحدة في طرف والطرف التاني اعملها معاها عكس عكاز بالشكل ده. بعدين هبتدي ان انا اعمل ديزي تاني فوقيهم، هدخل خرزة هنا وخرزة هنا، والخرزة دي هعملها عكس عكاز بالشكل ده. وهلف الخيط بتاعي، هبتدي ان انا ادخل طرف الخيط ده هنا كده، بعدين هدخله هنا، بعدين هعمله عكس عكاز مع طرف الخيط التاني بالشكل ده كده. واشد الخيط كويس عشان كل حاجة تبقى مظبوطة. بعدين هبتدي ان انا اعمل ديزي، بس مش هحط الخرز هنا، هحطه في الخيط ده عشان انا عايزة العكس عكاز بتاعتي تبقى لفوق بالشكل ده كده. حطيت ادي خرزة 2 وادي التالتة، عملتها عكس عكاز كده. بعدين هبتدي ان انا ازود ديزي لبره كده، فهجيب في الخيط ده احط 3 خرزات، ادي خرزة 2 3
وبعدين هبتدي الف هو والخيط التاني عشان اجيب العكس عكاز بتاعتي في الخرزة دي اهو. ادخله من هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، اشد كويس قوي عشان كل حاجة تتفرد كده، وبعدين ادخل ده واعمله عكس عكاز بالشكل ده كده. انا عارفة ان الجزئية دي هي اللي بتلخبط، بس خلونا نحفظها بان الجزء اللي بيكون قليل او واطي ده بنبتدي ان احنا نلف، نسيب واحدة ونلف الخيط علشان نشتغل هنا السطر لحد الاخر. وبعد ما بنوصل للاخر بنزود ديزي، وبعدين بنلف في الديزي ده ونزود علشان نبتدي السطر الجديد اللي هيطلع كده ونزود فيه ديزي ونشتغل من الديزي التاني، وهكذا بقى لحد ما نخلص الجزء بتاعنا اللي احنا المفروض نشتغل. اهو بصوا كده وصلت لاخر واحدة في السطر بتاعي في الجزء المنخفض. هبتدي ان انا اشتغل دي وهسيب دي، لان انا بسيب واحدة اللي هي بتكون اخر السطر وبشتغل اخر واحدة بالنسبة لي بتكون دي اهو. هبتدي ان انا ادخل الخيط فيها بالشكل ده، وبعدين هجيب خرزتين هدخلهم في نفس الخيط اللي انا دخلته بالشكل ده، وبعدين هدخله مع الخرزة التانية في الخيط التاني بعكس الاتجاه واشد كويس قوي. بعدين هبتدي ان انا الف الخيط علشان العكس عكاز بتاعتي تبقى في الخرزة دي، بلف بالشكل ده كده اهو. ادخل طرف الخيط ده الناحية دي والطرف التاني عكس الاتجاه اهو، طرف الخيط التاني عكس الاتجاه معاه كده. وبفضل اكمل شغل كده لحد اخر واحدة دي، بعدين ازود ديزي وبعدين الف علشان اشتغل ديزي، وبعدين ازود ديزي والف تاني علشان اشتغل الجزء ده. بفضل اكرر نفس الخطوات دي لحد ما العدد معايا هنا يكون كل خرزتين 15. يعني انا ببتدي ان انا اعد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده اشتغلت 10، المفروض دول بقى يكونوا 15 عشان ابتدي اعمل الخطوة اللي بعد كده. هشتغل الجزئية دي واجيلكم. كده انا وصلت لاخر واحدة تزايد عندي والعدد ده بتاعي بقى 15. ببتدي بقى الخطوة اللي بعدها اني الف الخيط علشان اجيب العكس عكاز بتاعتي هنا. هبتدي ان انا الف الخيط ده كده وهنا، اطلعه من هنا وهنا، والف طرف الخيط التاني برضو زيه علشان يبقوا عاملين مع بعض عكس عكاز بالشكل ده. واشد الخيطين كويس قوي مع بعض، وابتدي ان انا اشتغل السطور بتاعتي واعمل برضو تناقص هنا. يعني هبقى بعمل تناقص من الحتة العالية ومن الحتة الواطية لحد ما اخلص المثلث اللي هيكون هنا. كده اكون خلصت القطعة بتاعتي، ودلوقتي الدور ان انا اعمل الاجناب اللي بتكون هنا. اشتغلت الجزء ده من الجنب والمفروض اشتغل زيه الناحية التانية بالظبط. هوريكم دلوقتي ازاي ممكن نعمل. نبتدي نعد في القطعة بتاعتنا من الجنب ده 1 2 3 4 5، بنعد كل 2 سوا، ومن الجنب التاني نعد 1 2 3 4 5،
والخمسة اللي في النص دول هما اللي احنا بنشتغل فيهم، بما ان القطعة بتاعتنا بتكون 15. ممكن نعلم بقى اول السطر واخر السطر باي ماركر او قلم بيتمسح، لازم يكون بيتمسح، بس انا ما عنديش حاجة دلوقتي ان انا اشتغل بيها، فهعلم بسكوتش. طبعا حتت صغيرة، 1 2 3 4 5، ودي اول واحدة في الخمسة التانيين. 1 2 3 4 5، دي اخر واحدة. وببتدي اشتغل في الجزء اللي انا معلمة فيه ده. بس بجيب الخيط بتاعي وبسيب اول واحدة اللي فيها العلامة دي، وباخد الخرزتين اللي بعد كده بدخل في تاني خرزة الخيط بالشكل ده كده، وبعدين اطلعه من الخرزة التانية. وفي طرف الخيط التاني هجيب خرزتين ابتدي ادخلهم، ادي خرزة والتانية ادخلها في طرف، والطرف التاني اعمله عكس عكاس، اشد كويس قوي وانا بشتغل كده. بعدين هعمل فوقيها ديزي تاني، هبتدي امسك اي طرف من طرف الخيط وابتدي ان انا ادخل 3 خرزات. ادي خرزة 2 3، سبت الاتنين دول كده، والخرزة التالتة دي هدخلها بالطرف التاني عكس الاتجاه عشان العكس عكاز بتاعتي تيجي الناحية دي. وهبتدي ان انا اشتغل ديزي. فاكرين الجزء اللي كان عالي اللي كنا بنزود فيه؟ هنعمل نفس الحركة. هبتدي ان انا في الخيط اللي هو بيكون لتحت ده اشتغل ديزي. ادي خرزة 2، وادي التالتة، واعملها عكس عكاز مع طرف الخيط التاني بالشكل ده كده. وفي طرف الخيط اللي بيكون الناحية دي ابتدي احط برضو 3 خرزات. ادي خرزة 2 3، وهقوم مدخلاها من هنا عشان الف بالخيط بتاعي وابتدي ان انا اشتغل في الجزء بتاعي. حاولوا وانتوا بتشتغلوا الجزئية دي تبقوا فاتحين الفيديو، علشان هي دي تقريبا اصعب حاجة في شكل الشنطة. يعني لو طلع مظبوط الدنيا كلها بتكون مظبوطة. ببتدي بقى اني الف بالخيط بتاعي عشان اجيب العكاز بتاعتي في الخرزة دي. اهو بالشكل ده كده لفيت الخيط بتاعي، والخيط التاني هبتدي ان انا الفه بالشكل ده كده. بعدين هبتدي ان انا اشتغل الديزي بتاعي هنا اهو. هدخل الخيط الناحية دي، وفي الخيط التاني هدخل خرزتين، خرزة هسيبها وخرزة هدخلها في طرف، والطرف التاني عكس الاتجاه. الخطوة اللي بعد كده بنبتدي ناخد الخيط اللي الناحية دي ندخله في الخرزة دي، وبعدين في الخرزة اللي جنبها. وبعدين بنجيب خرزة وندخلها في طرف من طرف الخيط، وناخد الطرف التاني ندخله عكس الاتجاه معاه، ونشد كويس اوي. بعدين نبتدي نشتغل ديزي لحد هنا، وهنا برضو بنبتدي نزود زي ما كنا بنزود. نبتدي اهو نشتغل الديزي بتاعنا
هندخل في الخيط اللي بيكون الناحية دي ده 1 2، ودي الخرزة التالتة هندخلها في طرف، والطرف التاني عكس الاتجاه، نشد كويس قوي كده ونكمل الشغل بتاعنا لحد ما نوصل للخرزة دي. كده وصلت لاخر واحدة في السطر بتاعي. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اعمل تزايد. هبتدي اخد في الخيط في اي طرف، او عموما بيكون في الطرف اللي هنا علشان العكس عكاز بتاعتي تلف الناحية دي. هبتدي ان انا اخد 3 خرزات، ادي خرزة 2 3، وابتدي ان انا اخد الخرزة التالتة ادخلها عكس الاتجاه مع الخيط التاني. كده انا عملت اول واحدة تزايد. علشان ابتدي السطر الجديد بعمل تزايد تاني زي ما اتفقنا ان بيكون في الجزء العالي ده في 2 تزايد اهو. هبتدي ان انا في الخيط اللي هو بيكون الناحية دي هدخل ال3 خرزات، ادي دي الخرزة التالتة، بعدين اعملها عكس عكاس مع طرف الخيط التاني بالشكل ده كده. وبعدين هعمل تزايد الاخير اللي هو ندخل 3 خرزات كده في نفس الطرف اللي دخلنا فيه، نعمله عكس عكاس مع الخيط بتاعه كده عشان نقدر نلف ونشتغل الشغل بتاعنا. هنلف الخيط علشان نجيبه هنا ونشتغل الجزئية دي. انا وصلت لاخر واحدة اهي. هبتدي دلوقتي ان انا اشتغلها. هحط ادي خرزة 2، بسيب الخرزة الاولى والخرزة التانية بعملها عكس عكاس مع طرف الخيط التاني اهو كده، واشد كويس وانا بشتغل. دلوقتي هنعمل ديزي تاني، لان لو تلاحظوا ان احنا المفروض نشتغل لحد النقطة دي، فالمفروض بقى ان احنا دلوقتي بنعمل تزايد في الحتة القليلة دي. فهنبتدي ان احنا نعمل ديزي تاني اهو. هندخل 3 خرزات في طرف الخيط اللي الناحية دي، وبعدين نعملهم عكس عكاس بطرف الخيط التاني كده. وهنبتدي ناخد اي طرف من طرف الخيط سواء يمين او شمال، ونبتدي ندخله هنا وبعدين هنا وبعدين هنا اهو كده علشان اكمل حتة التزايد بتاعتي. هنا وبعدين هطلعه من هنا علشان اعمل عكس عكاس في النقطة دي. بعدين هلف الخيط بتاعي تاني، هلفه ادخله هنا علشان تبقى النقطة دي العكس عكاس، علشان اقدر ادخله هنا واحط خرز. الكاميرا فصلت وانا بشتغل، بس المهم اني لفيت الخيط هنا علشان تبقى دي عكس عكاس. وهبتدي ان انا امسك طرف الخيط ادخله في الخرزة دي وبعدين في الخرزة دي اهو، ادخله في الخرزة هنا وبعدين هدخله في الخرزة دي. اشد الخيطين كويس كده عشان كل حاجة تبقى مشدودة، واجيب خرزة هدخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه. بعدين فوق الخرزة اللي انا اشتغلتها دي هبتدي ان انا اشتغل ديزي في الاتجاه ده اهو. ادي 1 2، التالتة دي هعملها عكس عكاس. وكده اكون وصلت للنقطة النهاية، النقطة اللي انا كنت معلمة عليها، وابتدي ان انا هشتغل
اطلع كده هزود هنا زي ما بزود في الجزء العالي، وفي الجزء اللي هو المنخفض هبتدي ان انا انقص سطر. وكده وصلت للجزء العالي، هبتدي دلوقتي ازود ديزي. 1 2 3 اعملها عكس عكاس، وبعد كده هشتغل ديزي هنا وازود ديزي بالعكس، وارجع الف السطر بتاعي كده واشتغل لحد النقطة دي، وافضل اكمل بقى لحد ما اوصل ان العرض بتاعي هنا يكون 6. يعني دول ادي 1 2 3 4 ودي كده 5. هبتدي اشتغل سطر وهنقص بقى من هنا، يعني هشتغل لحد دي بس، بعد كده الف تاني ازود الستة وافضل اكمل زي ما اشتغلنا القطعة المستطيلة دي كده بالظبط. اشتغل القطعة دي عشان مطولش عليكم الفيديو واجيلكم. اشتغلت كده لحد ما دول بقوا 6 اهم، ادي 1 2 3 4 5 6. فكده في السطر بتاعي اللي انا شغالة فيه ده اخر واحدة عندي دي، لاني هبتدي اعمل تناقص من السطرين لحد ما اخلص المثلث بتاعي. خلصت المربع، ابتديت ان انا اشتغله كده، وبعدين خلصت المثلث ده. دلوقتي بقى الدور ان احنا نعمل القطعة المثلثة اللي بتكون هنا دي. بسكوتش برضو هبتدي اعلم القطعة اللي انا هشتغل فيها، هسيب دي ودي وهعلم هنا وهنا، وهبتدي الشغل بتاعي من هنا. اول حاجة بجيب الخيط بتاعي وادخله في الخرزة دي واطلعه من الخرزة دي، او هبتدي ان انا ادخله في الخرزة دي واطلعه من الخرزة دي بالشكل ده كده. وبعدين هعمل هنا ديزي، هجيب ادي خرزة ادخلها والتانية ادخلها في طرف، والطرف التاني عكس الاتجاه. نفس الخطوات اللي عملناها هنا عشان نبني مثلث، بنبني برضو ايه مثلث صغير هنا اهو. نشد الخيط كده، بعد ما عملنا اول واحدة كده هنبتدي نبني فوقيها ديزي تاني. نحط التلات خرزات في الخيط اللي الناحية دي كده، بنسيب خرزتين والخرزة التالتة دي نعملها عكس عكاس بالشكل ده كده. الخطوة اللي بعد كده هي اننا هنبتدي ناخد الخيط اللي الناحية دي وندخله في الخرزة دي ونخرجه من الخرزة دي، ندخله هنا وبعدين نخرجه من هنا. بعدين هنجيب خرزة ندخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه، ونشد الطرفين كده سوا. ومن هنا هنبتدي نشتغل الديزي الحتة اللي طالعة دي ندخل 3 خرزات، ادي خرزة 2 والتالتة دي هندخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه كده. بعدين هندخل الخيط هنا ونشتغل برضو ديزي اهو. هندخل خرزة 2، خرزة هنسيبها والتانية نعملها عكس عكاس كده. وبعد ما عملت الخطوة دي هبتدي ألف الخيط علشان أجيب العكس عكاس بتاعتي هنا عشان أشتغل بتناقص. العكس عكاس بتاعتي تبقى هنا، أنا اتلخبطت من هنا لهنا، أنا محتاجاها تكون هنا عشان أقدر أشتغل في الجزء اللي بعده اهو كده. وصلت العكس عكاز بتاعتي ان هي تكون هنا. بعد ما جبت العكس عكاز بتاعتي هنا هبتدي ادخل الخيط ده في الخرزة دي والخرزة دي، واجيب خرزة اعملها عكس عكاز هنا عشان تكملي الديزي ده اهو. دخلت الخيط من هنا، بعدين من هنا
جبت خرزة دخلتها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه، وهشتغل فوقيها ديزي في الاتجاه ده اهو. ادي خرزة اتنين، ادي التالتة، دخلت الاتنين في الخيط ده كده، والتالتة هعملها عكس عكس علشان اشتغل الجزئية اللي هتكون هنا. اخر واحدة دي بقى هدخل الخرز في الخيط ده علشان اقدر الف اشتغل في دي اهو. هدخل دي اعملها عكس عكاز معاها كده كده. انا عملت راس المثلث بتاعي. هلف بقى الخيط هنا كده وهنا، بلف كده في الديزي كله لاني محتاجة العكس عكاز بتاعتي تيجي في الخرزة اللي هنا اهو. بلف واحدة واحدة بالخيط بتاعي لحد ما اوصل للنقطة اللي انا عايزة اوصلها. وبعد ما لفيت كده هجيب خرزة واحطها في الخيط اللي هيكون هنا اهو كده. وبعدين هدخل الخيط ده هنا في اللي هي متعلم عليها، هي اخر واحدة دي اخر خطوة خلاص في الحتة دي. وهنبتدي ندخل الخيط بعد كده هنا ونقوم رابطين 3 ربطات. ادي ربطة اتنين تلاتة. اهم حاجة بس ان الربطات دي تكون جامدة علشان ايه تظبط معايا الدنيا. بعد ما ربطنا ال3 ربطات هندخلهم في الخرزة دي علشان ما تبقاش باينة ونقص الزيادات. وبكده نكون خلصنا اصعب جزء في الشنطة وهو مرحلة التشكيل. وهنبتدي دلوقتي في اننا نقفل بقى الشنطة. طيب ازاي انا بقفل الشنطة بالشكل ده؟ باجي عند الحتة اللي هي في الدراع والوش بتاع الشنطة وبلاقي النقطة دي كده اللي هو ال3 خرزات دول مع بعض. بسيب ال3 خرزات دول وببتدي احط الخرز على بعضه كده اهو. دي اول خرزة، تاني خرزة، تالت خرزة، وببتدي اشتغل في الخرز اللي بعده اهو. سبت الخرزة اللي في الكورنر، الخرزة دي والخرزة دي، وهبتدي ادخل الخيط في الخرزة دي واللي قصادها. الطرف التاني ادخله اهو في اللي قصادها. وبعدين هدخل الطرف ده هنا واعمله عكس عكاس مع الخرزة اللي قصاده دي في الخيط التاني اهو. دخلت الخيط كده، الخيط التاني همسكه وادخله عكس الاتجاه بتاعه واشد كويس كده. بعدين بمسك طرف الخيط ده وادخله هنا وهنا عشان اعمل دي عكس عكاس اهو. هدخل طرف الخيط ده هنا وبعدين هنا، مش بحتاج في الحتة دي اي خرز خالص. انا بربط الخرز بس في بعضه بالخيط
عملت دي اهو كده عكس عكاس. طبعا بشد الخيط كويس قوي وانا بشتغل علشان مفيش اي حاجة تبوظ مني. ببتدي اكرر نفس الخطوة تاني، هقوم مدخلة الخيط ده هنا وهنا وعاملة دي عكس عكاس اهو، هنا وهنا، وهعمل دي في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه كده. بعدين بكرر نفس الخطوة تاني، بمسك الخيط ده بلفه هنا وهنا عشان اعمل دي عكس عكاس اهو، دخلته هنا وهنا، بعدين دخلت الطرف هنا برضو ومسكت طرف الخيط التاني ودخلته عكس الاتجاه كده. وبعدين بفضل اكرر نفس الخطوات، هدخل الخيط ده هنا وهنا واعمل دي عكس عكاس، وبعدين الف الخيط اللي هيكون عكس عكاس ده هنا وهنا واعمل دي عكس عكاس، وافضل اكرر لحد ما اوصل للاخر. كده وصلت لاخر واحدة في الشكل بتاعي. هبتدي امسك الخيط ده والفه هنا وهنا عشان دي تبقى عكس عكاس اهو، دخلت الخيط هنا وبعدين هنا، وعملت الخرزة دي في طرف كده والطرف التاني عكس الاتجاه كده. بعدين بقى عشان اقفل القطعة دي هبتدي ان انا ادخل الخيط هنا وهنا، وهجيب خرزة ادخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه واشد كويس قوي. وبعد ما عملت الخطوة دي كده هدخل في الخيط اليمين خرزة والخيط الشمال خرزة، وهجيب خرزة ادخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه واشد كويس كده، وهلف بقى الناحية التانية كده، وهاجي في الجزء اللي هو ده هدخل طرف من طروف الخيط هنا وهنا وهنا، بعدين هدخل الطرف اللي انا كنت ماسكاه ده عكس الاتجاه هنا، وهلف الخيط هنا وهنا عشان العكس العكاز بتاعتي تبقى هنا. بعد ما عملت الخطوة دي هبتدي ادخل الطرف الخيط ده هنا وطرف الخيط ده هنا واجيب خرزة اعملها عكس عكاز اهو، الطرف ده هنا والطرف التاني ده هنا، وهجيب خرزة ادخلها في الطرف ده والطرف التاني عكس الاتجاه واشد، وافضل اكرر نفس الخطوة، هدخل الخيط ده هنا والخيط ده هنا واجيب خرزة اعملها عكس كده اهو. وصلت لاخر واحدة، كنت بحط الخيط في الخرزة اليمين والخرزة الشمال واجيب خرزة واحطها عكس عكاز، وكده خلصت البادي بتاع الشنطة.
ناقص ان انا اعمل دراع اللي هيوصل من هنا لهنا. عشان ابتدي اعمل الدراع بقى بجيب 3 خرزات وادخلهم في اي طرف من طروف الخيط. ادي 1 2 والتالتة دي بدخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه كده. وبعدين هدخل الخيط هنا في الخرزة دي بالشكل ده كده، وهبتدي اجيب خرزتين في الخيط التاني، ادخل خرزة والخرزة التانية اعملها عكس عكاس. وبعدين هاجي في الخرزة دي هدخل الخيط بالشكل ده كده، وبعدين ادخلها هنا واجيب خرزة ادخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه، واكرر نفس الخطوات. اجيب 3 خرزات، ادي 1 2 وادي الخرزة التالتة هدخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه كده. بعدين الف ادخل الخيط في الخرزة دي اهو كده، وهجيب خرزتين ادخلهم في طرف الخيط التاني، 1 اهي والتانية اعملها عكس عكاس مع الخيط التاني كده. بعدين الف الشغل كده وادخل الخيط هنا وهنا واعمل بخرزة عكس عكاس، وافضل اكرر الخطوات دي لحد ما اوصل لطول الدراع اللي هيجيبني الناحية التانية. كده انا وصلت لطول الايد اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اربط الايد دي هنا، دخلت خرزة في الخيط اليمين وخرزة في الخيط الشمال، بعدين جيت عند ال3 دول دخلت الخيط من هنا، وبعد كده في الخرزة اللي في الخيط التاني عملتها عكس عكاس كده وشديت. بعدين بلف الشغل بتاعي كده بدخل الخيط ده في الخرزة دي والخيط ده في الخرزة دي اهو كده وكده. بعدين هجيب خرزة هدخلها في طرف والطرف التاني عكس الاتجاه واشد كويس اوي عشان كله يلحم في بعضه. بعدين هلاقي هنا شكل ديزي بس مفكفك، فهعدي الخيط فيه كده هنا وهنا لحد ما اوصله لهنا واربط 3 ربطات واقص الزيادات. كده نكون خلصنا. من بعد ما خلصت التوتوريال ده وانا واقفه بغير الشنطه من كتر حلاوتها. اتمنى الفيديو يكون بسيط وعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه فيديوهات جديده، وتعملوا لايك للفيديو ده، واشوفكم على خير في فيديو جديد.